السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وتعاد عليكم الايام والسنين والعمر كله يا رب، وانتم بصحه وعافيه يا رب العالمين. الصحة تاج على رؤوسنا كلنا، وإن شاء الله هناكل ومش هنتحرم من أي حاجة. أهم حاجة إن احنا نحافظ ونشوف الوصفة اللي احنا هناكلها ديت صحية ولا مش صحية، هناكل منها قد ايه. اهم حاجة تتبعي السعرات وتحسبيها كويس، وانت مش هتتحرمي من الاكل. الدايت مش حرمان، والمريض كمان مش يتحرم من الاكلة الحلوة اللي بيحبها. هتاكلي الاكلة الجميلة الحلو والحادق اللي انت بتحبيه، بس اهم حاجة تتبعي فيه النظام الصح. هنعمل النهاردة الوصفة الجميلة دي، وصفة القطايف اللي الكل بيخاف ياكل منها عشان سعراتها كتيرة، وفي نفس الوقت كمان ما بتبقى صحية، يعني غلط وبتعلي السكر. يعني بصراحة كتيرة قوي في الحباية القطافية الواحدة. تعالوا النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وزي ما حضراتكم شايفينها كده. هنحشيها بالجبنة وهنحشيها بالمكسرات والقشطة، يعني حلو وحادق في نفس الوقت. ودي حاجة ترجع لك انت. شايفينها جميلة ازاي وطعمها فوق الخيال، بجد بجد طعمها حلو قوي، تستاهل بقكم بجد. تابعوا الفيديو للآخر وهنعمل أحلى قطايف صحية بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. واللي أول مرة يتابع القناة أقول له شرفتني ونورتني، وما تنساش تفعل زر الجرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وده كان بناء على حد من متابعيني طلب مني اعمل حاجة حلوة او قطايف اي نوع حلو، بس بدقيق يكون خالي من الجلوتين. فكويس ان انا كان عندي الدقيق ده، انا قبل كده طحناه معاكم في الريفيو بتاع المطحنة الهمر الكهربائية. لو تتذكروا في فيديو سابق كنت طحنة معاكم شوية حبوب خالية من الجلوتين، اللي هي فاصوليا ولوبيا وعدس وشعير وذرة، يعني شوية وحمص، شوية حبوب كده بقوليات. طحنتهم ونخلتهم وعيناهم عندي. كويس ان هم متواجدين لسه، فقلت اعمل بيها بناء على رغبة حبايبي اللي طلبوها اعمل بيها القطايف. انا ما جربتش اعمل بيها لقمة القاضي، لكن انا هعمل بيها دلوقتي قدامكم. القطايف هتطلع جميلة قوي. هستخدم دلوقتي من دقيق البقوليات كوباية ونص، وهاخد نص كوباية من دقيق السمولينا. يبقى انا كده استخدمت من الدقيق كوبايه كوبايتين كاملين. نص كوبايه من دقيق السمولينا الحبه الناعمه، في 3 انواع: ناعم وخشن ومتوسط. لا انا استخدمت الحبه الناعمه، هاخد منها نص كوبايه. وكوبايه ونص من دقيق البقوليات، ممكن استبدال دقيق البقوليات الكوبايه ونص دولت بكوبايه ونص من دقيق الشوفان او دقيق الحبه الكامله. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه صح كده. تمام. هحط بقى مع الدقيق دوت. نبتدي بقى كده على بركة الله ونبتدي في الطريقة. هحط مع الدقيق السمولينا ودقيق الحبة الحبوب اللي هي البقوليات او اي نوع دقيق تفضليه استخدميه عادي، مفيش مشاكل، بنفس المقادير ونفس المعايير بالظبط. هحط معاهم معلقة كبيرة من السكر. كمان هستخدم لو انت عايزة تضيفي في المرحلة دي معلقة حليب بودرة استخدمي عادي، لكن لو هو مش متواجد حاليا خلاص مفيش مشاكل. يعني هو دلوقتي مش متواجد معايا، فانا هستخدم بدون حليب خالص. عايزة تخلطيهم بدل المية برضو حليب برضو ينفع برضو. انا كده نزلت مع الخليط الدقيق ده المواد الجافة، حطيت معاها معلقة من السكر، معلقة طعام اللي هي معلقة الاكل. الكيس ده عندي كيس كنت واخدة منه شوية قبل كده، يعني يعتبروا اقل من معلقة. حطيت معلقة من الخميرة الفورية، وكل ده هنزله مع نفس المقدار بالظبط، يعني كوبايتين من المية، نفس المعيار. انا هزود المية بالظبط. طبعا زي ما قلت لحضرتك انت ممكن تستبدلي المية بالحليب السائل، وممكن اضافة حليب بودر عادي. كده انا استخدمت كوبايتين من الدقيق او المواد الجافة مع كوبايتين من المادة السائلة.
اخلطيهم بقى في الخلاط كويس جدا. بضيف انا كمان نص معلقه بيكنج باودر، بس ما بضيفهاش دلوقتي، بضيفها في الاخر خالص قبل ما اجي استخدمها وابتدي في الشغل. اخلطيهم كويس، اضربيهم ضرب قوي جدا، وبعد كده خدي بالمصفى وصفيهم. لو انت ضامنه ان ما يكونش عندك كلاكيع عادي ما تصفيش، ما فيش مشكله، بس انا بحب اصفيهم بس اطمئنان بل يطمئن قلبي ان ما فيش عندي كلاكيع وتعكني وقت التسويه. كده تمام. هسيبها بقى بعد كده ترتاح، ما بتاخدش وقت لان الخميره طالعه فيها كتيره، فمش هتاخد معايا وقت. بس مجرد ما تجهزي اغراضك وحاجتك كده هتلاقيها ارتفعت وخمرت، تروحي خلصي اللي وراكي على بال ما تخمر. نستودعها ربنا وروحي يلا ننضف بيتنا كده ونشوف. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين خمرت ازاي؟ الخميرة بصراحة كانت ناجحة جدا جدا، خمرت قوي. فانا هفضي الخليط ده كله في معون اكبر من كده لان فارت خالص، وكويس ان انا كنت حطاه في طبق عشان ما يفرش على الرخامة. هنا بقى بضيف النص معلقة من البيكنج باودر، شايفينها نص معلقة مش صغيرة اللي هي بتاعت الشاي، ضفت منها نص معلقة بيكنج باودر. قلبي كل الخليط بقى مع بعض ويلا نروح بينا كده على النار. الطاسة ما تكونش سخنة قوي، وهحط فيها بمقدار بقى، بفنجان، بمعلقة، بكوباية. عايزة تفضي كل الخليط ده في ازازة مية وتخرمي الازازة، يعني براحتك خالص وتصبي. المهم الطريقة اللي تريحك وتوفر عليكي التعب والشغل اعملي بيه. يعني ممكن لو ازازة مية عندك عبي الخليط في الازازة وصب من الازازه، او تخرمي غطا الازازه وتصب منها، برضو ده حاجه ترجع لك، واي حاجه تريحك اعملي بيها. فنجان برضو معيار عندك براحتك خالص. بنزل كده، واول ما بتعمل فقاقيع زي ما حضرتك شايفه كده فقاقيع، يعني إن الطريقه معانا ناجحه وحلوه قوي. لما تعمل فقاقيع ما تسيبهاش تقلب وما تقلبيهاش، يعني القطايف ما بتتقلبش على الوجهين، هو وجه واحد بس. تطمني انها استوت من تحت وجفت من فوق زي شايفين، بدأت جفة اهيت، بسم الله ما شاء الله. اقوم اشيلها بقى، يعني لسه الحواف فيها سنة كده مية، اشيلها. ما تحاوليش تقلبي القطايف على الوجه التاني، هو وجه واحد بس اللي بيستوي عليه. اكمل بقى وارجع لكم ان شاء الله اكون خلصت. بصراحة الطاسة كانت بتاخد حبة واحدة بس فكنت تعبت، فانا هبدل الموضوع دوت عندي. كنت ناسيه ان انا اعمل بقى على الخبازه ديت، فافتكرتها قلت لا انا اروح اريح دماغي بدل ما انا بعمل واحده واحده، لان الطاسه بتاخد حبايه واحده بس. فالخبازه دي ريحتني بصراحه، وفرت عليا وقت كتير وجهد، فبقيت اعمل فيها اربعة خمسة، يعني بصراحه كانت بتاخد كميه يعني. فممكن بقى الحجم ده يرجع لك، عايزه تعملي عصافير صغير، عايزه تعملي كبير، عايزه تعملي وسط، دي حاجه ترجع لك انت، الحجم ده يرجع لك انت. اهم حاجه ان تلاقي فيها طلعت فيها فقاقيع كده، يبقى كده تمام، بدأت تجف معانا. وفي نفس الوقت ما تقلبيهاش، القطايف ما بتتقلبش على الوجه التاني. ده الحمد لله انا كده خلصت الكميه. وتعالوا بقى كده ايه، طبعا بتطلعي على فوطه. نسيت اقول لكم، بنطلع من الصاج او من الطاسه على فوطه كده، وتفرديهم على الفوطه بحيث انها ما تنشفش منك وما تجفش منك، وما تيجي تقفليها ما تعرفيش تقفليها. شايفين بسم الله ما شاء الله اتقفلت معايا بكل سهوله اهيت. الخلطه المكسرات اللي انا حشيت بيها عباره عن معلقه عسل على مكسرات مشكله، زبيب وجوز هند وزداني، يعني براحتك بقى، المكسرات دي ترجع لك انت. ممكن برضو اضافة تمر لو انت عايزة تحطي تمر، ممكن اضافة مشمشية، يعني الحشوة دي ترجع لك. ممكن برضو لو عايزة تعمليها من ضمن الموالح تحشيها اجبان برضو مفيش مشاكل.
انا عملت المكسرات وعملت القشطه وكمان عملت بالجبنه. كل ده ممكن ترصيه بقى على ورقه زبده او على الصاج مدهونه كده، تحطيها في الفرن وترشي فوق الوش كده بخه زيت او بخه زبده من فوق الوش كده، وتدخليها على فرن يكون حامي ويستوي في الفرن. او لو انك عندك القلايه الهوائيه حطيها في القلايه الهوائيه. انا كده تمام اهوت. عملت القراطيس اللي هي الكورن دوت، وعملت شكل القطايف. وكده هجيب بقى القلاية بتاعتي، وممكن ترصيهم زي ما قلت لحضرتك، ممكن ترصيها في قلب الصاج وتدخليها الفرن وتبقى كده تمام خالص. انا عملت في القلاية وهبخ بخة زيت كده فوق الوش، وارجع لكم ان شاء الله بعد ما تستوي. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم ويعجبكم يا رب، وخاصة حبايبي اللي طلبوا مني اللي عندهم حساسية من الجلوتين، فده تنفعكم جدا وحلوة قوي ومفيدة وهتاكلي حلو وان شاء الله هتعجبك. يا رب اللي دخل الفيديو دلوقتي وتابعني ما ينساش يعمل اشتراك سبسكرايب للقناة ويفعل زر الجرس يخلي لونه اسود، وكمان يشير الفيديو ده بقى لأكبر عدد من المتابعين. واقول لك جديد يا مرحبا، نورتني وشرفتني بصراحة، انتوا دعمكم هو اللي بيخليني استمر. يا رب الفيديو يعجبكم يا رب. كده انا خلصتها، هي طلعت من الاير فراير. وزي ما قلت لك مش عندك الاير فراير ما تقفيش، ممكن تحطي ترصي في صاج وتدخلي الفرن. بعد كده معلقه عسل فوق الوش، ما تحاوليش تكتري العسل عشان برضو السكريات. ودي الكمية اللي أنا عملتها بالكوبايتين الدقيق أهوت. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا ومقرمشة من بره وفي نفس الوقت من جوه طرية وحلوة قوي، والتسوية بتاعتها معقولة قوي. يا رب يا رب يا رب الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويوصل الفيديو ده لصديقتي اللي طلباه مني وبألف هنا وعافية يا رب. وهستنى منكم التطبيقات بتاعتكم على الجروب إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.